يعني أنا شخصيا ما دمت موجود ما لا يمكن نعترف لا بدولة إسرائيلية ولا بدولة فلسطينية، الاثنين، لأن إسرائيل ما هي إسرائيل وفلسطين ما هي فلسطين. وبعدين يعني أقول بهذه المناسبة إن الفلسطينيين وين الأخ أبو مازن؟ هو ما نشوفك ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم نوضحكم بأنهم أغبياء. أولا الإسرائيليين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. أعلنوا دولة سموها إسرائيل عام 48 وتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب ما دام هم في غنى عنها وغير مهم لهم، لماذا يقاتلون الآن من أجلها؟ هذا غباء. تو اليهود يموتون بالعشرات بواسطة الفدائيين الفلسطينيين حتى في تل أبيب بسبب وجودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا كانت الضفة الغربية وقطاع غزة مهمة لهذه الدرجة، لماذا تركتوها عام 48؟ تركتوها، هذه مش مهمة. طيب الفلسطينيين أغبياء لأن هذه الأرض كانت بيدهم متروكة لهم 20 سنة، لماذا لم يقوموا فيها دولة؟ مش معنى الآن يموتوا بالعشرات حتى هم لكي يعملوا دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ما كانت بيدكم الضفة الغربية وقطاع غزة؟ الضفة الغربية كانت تبع الأردن وغزة ما كانت تبع مصر من عام 48. ليش ما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ طيب ما القضية راحت فين اللي قبل 67؟ من هنا تبدأ مسألة أخلاقية ومبدئية وقانونية لا يمكن الاعتراف لا بهذا ولا بهذا، واتهام الاثنين بالغباء. طبعا انتم تقولوا ان هذا المدعو شارون هذا عدو للفلسطينيين وللعرب وجزارهم اليه. هناك نظريه اخرى تقول ان شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لانه هو يعمل في اشياء تؤدي الى ذبح الاسرائيليين بالعشرات وبالمئات، اذا هذا مدسوس داخل الاسرائيليين. واحد يسبب لشعبه هذه المآسي وهذه المذابح، معناه هذا عدو لشعبه، للأعمال اللي يدير فيها كلها تنعكس على الإسرائيليين بالشر. إذن هذا يعني هذا غباء. الحل ما يأتي إلا ما يأتيش حتى من الخارج. الحل يأتي من الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن أعتقد أن الحرس القديم الموجود الآن ليس له القدرة والشجاعة أن يتحمل هذه المسؤولية ويحل هذه المشكلة. لكن الجيل الجديد من الفلسطينيين واليهود هم اللي سيجلسون مع بعض ويعملون دولة واحدة ديمقراطية. الحل هو هذا، قيام دولة واحدة ديمقراطية للفلسطينيين واليهود بين النهر والبحر، لأن المنطقة بين النهر والبحر لا تسمح أبدا بقيام دولتين. وبصراحة نقول يعني لو قامت دولة فلسطينية في الضفة الغربية، خلينا مقطع غزة في الضفة الغربية، مش حتكون في دولة إسرائيلية بالمعنى الحقيقي. وممكن الإسرائيليين لهذا السبب أدركوا أن لا مش ممكن تقوم لهم دولة عمق 14 كيلومتر بين قلقيلية والبحر 14 كيلومتر. من يسمح لأن يعمل لنفسه دولة عمق 14 كيلومتر والمجاور لها عدو تقليدي ما هوش يعني خصومة طارية؟ إذا فعلا لو قامت الدولة في الضفة الغربية ما عاد في دولة إسرائيلية، وفي ذات الوقت إذا فيه دولة إسرائيلية ما في دولة فلسطينية في الضفة الغربية قطاع غزة، خاصة إذا كان واحدة منزوعة السلاح وواحدة مسلحة بالأسلحة الدمار الشامل. بعدين بهذا الخصوص حكاية حل مشكلة اللاجئين، أرجو أن هذا كلمة حل أرجو أن يشطب عليها نهائيا من القاموس العربي، أرجوكم. هذه خطيرة جدا كلمة حل، يعني حتى إبادة اللاجئين يعتبر حل. طبعا لو أبادوهم يعتبر حل، حلينا مشكلتهم. كيف؟ ذبحناهم انحلت المشكلة، ما عاد في لاجئين. ما نقولوا حل، أرجوكم قولوا عودة، حطوا كلمة عودة بدل كلمة حل، عودة اللاجئين. إذا كان الفلاشة اللي أصلا مش معروف أصلا قالوا عندهم الحق في العودة إلى فلسطين، كيف الفلسطيني الذي طرد عام 67 وعام 48 ما عندهاش الحق أن يعود لبيته؟ أي عدالة موجودة في العالم؟ وين الصوت العربي اللي قال هذا الكلام لأمريكا والاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة إن وجدت؟ ما سمعنا هذا الصوت.
لماذا لا يقال هذا؟ وما سمعت كلام عن أن عدم الاعتراف بما يسمى بإسرائيل باطل بالقانون الدولي لأن إعلان من طرف واحد، وما درنا مقارنة بين جمهوريتي قبرص وبين فلسطين وبين تايوان والصين وبين فلسطين، ما عملنا هذه المقارنة، لازم نعملها الآن.